تخيل تصحى في يوم من النوم تلاقي نفسك خسرت كل حاجة، منصبك ومالك وأهلك وبلدك، وفوق كل ده انت مطارد ومحكوم عليك بالإعدام. ده مش فيلم في السينما، ده اللي بالظبط حصل مع سيدنا موسى عليه السلام قبل ما ينطق بالدعاء اللي قلب له حياته كلها. ازاي اتحول من أمير في قصر فرعون لشخص مطارد بيجري في الصحراء عشان محكوم عليه بالإعدام. يا ترى ايه الجملة اللي أنقذته من كل ده؟ سيدنا موسى عليه السلام كبر لقى نفسه مولود في قصر فرعون، هو الأمير اللي المفروض هيكون الملك بعده. ومش عايز اقول لك بقى على كم الرفاهيه وكم العز اللي هو اتولد وشافه، كل ما لذ وطاب، وكل اللي موجودين في القصر موجودين علشان يوفروا لهم حياه كريمه. بس كان بيشوف الظلم اللي كان بيتعرض له بني اسرائيل وما كانش عاجبه الوضع ده خالص. وفي يوم من الايام كان في احتفال في قصر فرعون، وسمع صوت حد بيصرخ وبينده عليه: ادركني يا موسى، ادركني يا موسى. لما بص وشاف المنظر لقى حد من جنود فرعون بيضرب واحد من بني اسرائيل وعمال يضرب فيه جامد جدا وبيعذبه. فسيدنا موسى عليه السلام راح علشان ينقذ الراجل ده، وعلشان يمنع الجندي ده من أذية الراجل وقف قدامه وزق قضت عليه قتلته. طبعا هو ما كانش يقصد يعمل كده، وندم جدا وكان خايف ربنا يكون غضب عليه، وكان بيستغفر ربنا كتير جدا، لحد ما جه في يوم تاني وسمع نفس الراجل بيقول: ادركني يا موسى، ادركني يا موسى. ساعتها سيدنا موسى هنا فكر، قال له: لا، هو في مشكلة، اكيد العيب فيك. الراجل ده غدر على سيدنا موسى وفضحه قدام الناس كلها وقال له: انت عايز تلبسها فيا؟ ده انت اللي قتلت الجندي امبارح. وساعتها كل الناس وكل الجنود عرفوا ان سيدنا موسى عليه السلام هو اللي كان السبب في موت الراجل ده. الخبر لما وصل لفرعون اصدر قرار فورا انه يدور على موسى ويعدمه. هنا سيدنا موسى كان كل الجنود بتدور عليه وكان لوحده، ما كانش قدامه اي حل غير الهروب. عايزك تتخيل معايا لما يكون انسان في قمة الامان ومرة واحدة يبقى في قمة الخوف في لحظة واحدة. الموضوع هنا مش سهل خالص، ده واحد واخد على حياة الملوك واخد على قصر فرعون، مرة واحدة بقى هربان وبيجري في الصحراء، وهو حتى مش عارف هو رايح فين. بعد ما كان بيمثل رمز القوة في المكان بتاعه، دلوقتي بقى حاسس بجوع وحاسس بعطش وتايه ومش عارف هو رايح فين. عمرك جربت انك تمشي في طريق تبقى اصلا مش عارف نهايته وخايف ومرعوب للدرجة دي؟ هو ده كان شعور سيدنا موسى عليه السلام طوال ال8 ايام، لحد ما وصل لمكان اسمه مدين، وكان تعبان ومنهك جدا لحد ما شاف شجرة وقعد تحتها علشان ياخد من الظل بتاعها. وشاف ناس كتير حوالين البير بتاع مدين، وفي بنتين كانوا جايين علشان ياخدوا ميه، واستغرب ان كل الرجاله دي موجوده ومحدش فكر يساعد البنات. بس هنا بقى في معادله عطاء رهيبه. اي حد طبيعي مكان سيدنا موسى عليه السلام في الموقف ده وهو جعان وخايف وغريب انه يطلب المساعده، يطلب حتى بق ميه. بس هو هنا عمل العكس تماما، ان هو راح يساعد الناس وشال الغطا بتاع البير، وبيقال ان الغطا ده ما يقدرش يشيله 20 راجل. بس سيدنا موسى كان مفتول العضلات وكان فيه من صفات الانبياء طبعا. الموقف ده بيعلمنا ان لما الدنيا تضيق علينا ندور على حد نقدم له المساعده. المفتاح لحل مشاكلك انك تساعد الاخرين حتى وانت في عز المك. وهو بيرفع الصخره، طبعا ده بيدل على قوته الجسديه رغم الجوع اللي هو كان حاسس بيه. كان بيتزود بذكر الله، كان بيذكر ربنا علشان خاطر يقدر يعمل اللي هو بيعمله. وبعد ما ملا لهم الميه رجع للشجره تاني. هو رايح للشجره دي وهو دلوقتي ما عندوش بيت، ما عندوش اي حاجه غير ظل الشجره اللي هو رايح يقعد تحتيها، ومأواه الوحيد الخلوة مع ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما حددش إيه نوع الخير، ولا مال ولا أكل ولا شرب، هو عمم، ساب الكتالوج مفتوح عشان ربنا يختار له أحسن حاجة. وهنا شرح معنى الفقر بجد، ومش قصده فقر فلوس أو فقر أي حاجة. والإحساس ده والدعاء ده غير حياة سيدنا موسى عليه السلام 180 درجة. إيه بقى اللي حصل لسيدنا موسى مقابل الدعاء ده والشهامة اللي هو عملها؟ عزموه على البيت الأمان، تكلم مع سيدنا شعيب عليه السلام، ربنا أنقذه من الوحدة، وتزوج واحدة من بنات سيدنا شعيب عليه السلام، بقى في سكن ومودة، وحصل على وظيفة اللي هي رعاية الغنم أكتر من 10 سنوات. والأهم إن كل ده نجاة من القوم الظالمين اللي هو خارج منهم أصلا. التعليق بكلمة خير، ربنا رد عليه بحزمة خير تعيد حياة أي بني آدم. أنت قصتك ممكن تكون شبه كده، أنت ممكن تكون خسرت وظيفة أو جوازك اتأخر أو حاسس إنك ضايع. خد بقى الخطوات العملية من سيدنا موسى عليه السلام. قدم الخير وانت حاسس بالألم، خش في الظل بتاعك الخاص، اعترف بفقرك التام لله ومتشردش عليه الحل، وبإذن الله سبحانه وتعالى ربنا هيرد لك الخير قصاده بحاجات كتير قوي. وانت حاسس ان انت عايز حاجة من ربنا شاركها معانا في التعليقات، وقول لنا ايه الخير اللي انت مستنيه من ربنا سبحانه وتعالى. القناة هنا مش حكايات وخلاص، دي وقفات بنفهم بيها نفسنا وبنقرب بيها من ربنا. لو حابب تكون معانا اشترك في القناة وفعل الجرس علشان الجاي كتير بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.